قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد: إن نتيجة مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة ليست الأهم بالنسبة له. وستقام المباراة مساء اليوم السبت في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن تحضيرات الفريقين للموسم المقبل. وأوضح أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للقاء: سيحاول ريال مدريد أن يلعب مباراة جيدة مع الأخذ في الاعتبار أنها مواجهة استعدادية. إنها مباراة مهمة بسبب صعوبة الخصم، لكن النتيجة ليست الأهم، بل مواصلة التقدم. وعن تأقلم بيلينغهام السريع، علق: لكل شخص قدراته، وكان صانع الألعاب قبل 20 عاما مختلفا، فلم يكن لديه قدرة الصانع الحديث على التسجيل. إنه لا يتمتع بالمهارة التقنية فقط، بل لديه القوة البدنية للوصول إلى منطقة الجزاء. وأردف: إنه يتمتع بموهبة شاملة، وقد تكيف بشكل جيد للغاية، لأن زملائه ساعدوه كثيرا أيضا. وتابع: الحرارة العالية خارج الاستاد تجعل الأمر صعبا، والعشب ليس مثاليا، لكن أعتقد أنه يمكن أن تقام مباراة جيدة. الكرة تتحرك بشكل جيد، ولا ترتد كثيرا. وإذا لم نلعب بشكل جيد، فليس بسبب العشب. موقف مبابي. وبشأن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان المرشح للانضمام إلى الميرينجي، قال أنشيلوتي: لا يزعجني أن تسألوني عن مبابي، فلن أجيب. ووصل: علينا أن نحافظ على التركيز من أجل الموسم، الآن ما زال الوقت مبكرا للحكم على ما سنفعله. لا نعرف بالضبط ما سنفعله بنسبة 100%. لدينا موسم أمامنا ونحتاج إلى التركيز والالتزام. وعن تطور الدوري السعودي والأمريكي، أجاب: قامت الفرق العربية والأمريكية بالاستثمار في العديد من اللاعبين، ولكن في الوقت الحالي كرة القدم الأوروبية أكثر تنافسية. وبخصوص ريال مدريد من دون بنزيما، قال المدرب الإيطالي: لدينا ذكريات جيدة معه، وسأكون ممتنا لأدائه وأهدافه إلى الأبد، لكن الريال مستمر وسيظل دائما. حدث ذلك سابقا مع كريستيانو رونالدو وجاريث بيل، وسيحدث أيضا مع بنزيما.